لو انت صانع محتوى مؤثر او حتى شخص عنده افكار وعايز يحولها لفيديوهات احترافية بدون ما يظهر، من غير ما تكتب سكريبت ولا حتى تحتاج تقعد تمنتج بالساعات، فخليني اعرفك على موشن اي اي. عايز اعرفك النهارده على موشن اي اي، وهي منصة هتغير طريقة انتاجك للفيديوهات. وكل اللي عليك عشان تعمل ده هو ان يكون عندك فكرة بسيطة في دماغك، والمنصة هتحولها لفيديو احترافي في ثواني. انا جربت المنصة دي وهقول لك دلوقتي ليه ممكن تكون دي أهم أداة هتغير طريقة إنتاج المحتوى في العالم العربي كله. الميزة الأولى في المنصة دي هي تحويل الفيديو لفيديو. إزاي؟ تخيل إن أنت عندك فيديو لكن عايز تطوره أو تضيف عليه لمسة جديدة أو تغير شكله بالكامل. مع موشن هتقدر تحول أي فيديو من ستايل تاني بضغطة زرار. يعني مثلا لو عندك فيديو واقعي فتقدر تحوله لستايل كرتوني أو العكس، أو لو عندك فيديو كرتوني فتقدر تحوله لستايل ثلاثي الابعاد، وخيارات لا نهائيه في تحويل واعاده تصميم الفيديوهات بتاعتك. انت تتحكم بحريه كبيره جدا في الشكل والستايل اللي تحب توصله لجمهور. واستخدام الميزه دي اسهل مما تتخيل، لان كل اللي عليك هو انك طبعا في البدايه انك تخش على الموقع وبعدين تعمل حساب باستخدام جوجل مثلا، وبكده تكون سجلت في الموقع بمنتهى السهوله. وعشان تستخدم الميزه اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي دي، فكل اللي هتعمله انك هترفع الفيديو على المنصه، تختار الستايل او الشكل اللي يعجبك، والمفاجاه ان المنصه بتحول الفيديو لفيديو جديد كليا بنمط بصري احترافي وكانك عامله من البدايه، وكل ده في ثواني. الميزه الثانيه هي تحويل الصوت لفيديو. الميزه المبهره دي بتقدر من خلالها انك تحول صوتك لفيديو مباشره. يعني لو عندك قصه او تعليق صوتي، كل اللي انت محتاجه انك تسجل صوتك جوه الابليكيشن او الموقع، وموشن هيكمل الباقي. هتسجل صوتك من الموبايل او اللابتوب، فجرب تحكي قصة او تعليق بسيط، والمنصة هتحول الصوت ده لفيديو متكامل بصريا، ويكون متزامن مع اللي انت قلته وبتقوله. ودي اهم حاجة علشان تلاقي النتيجة النهائية تكون منظمة واحترافية، مش زي المنصات والادوات الاخرى اللي انت بتستخدمها ونتيجتها ما بتبقاش كويسة خالص. دي انا جربتهم كلهم وبقول لك ان مفيش حاجة فعلا جودتها والنتيجة النهائية بتاعتها مبهرة واحترافيه زي ما موشن بيعمل. نصيحة مهمة وانت بتستخدم الميزة دي، انك لما تسجل صوتك حاول تسيب فواصل صغيرة بين الجمل علشان المنصة تفصل المشاهد بشكل دقيق. ولو لاحظت ان الكلام ملزوق او مش واضح، ببساطة انسخه، حطه في شات جي بي تي واطلب منه انه يعمل لك سبيسنج بين الكلمات. ميزة تحويل الصوت لفيديو على موشن، تقدر انك تحط او ترفع ملفات صوتية محفوظة عندك زي فويس اوفر قديم او تسجيل من بودكاست، والمنصة هتتولى الاخراج البصري. مجرد ما بترفع الملف الصوتي او تسجل صوتك، موشن بيحول الصوت او التعليق الصوتي ده لصور متزامنة مع القصة اللي بتحكيها او الحاجة اللي بتشرحها. وبعد كده بيكون فاضل خطوة واحدة بس، وهي تحويل الصور اللي طلعت لك دي لفيديو. وده تقدر تعمله بمنتهى السهولة من خاصية انيميت اول اللي بتكون موجودة في نفس الصفحة، واللي بدورها بتحرك كل الصور اللي طلعت لك دي علشان يكون فيديو جاهز للنشر. بعد ما ترفع الملف الصوتي ويتم توريد الصور، هتضغط بس على زرار تحريك الصور او انيميت اول من فوق. خلال ثواني فيديو هيكون ويلو لفيديو احترافي نهائي بدون في ثواني معدودة. طيب ايه انواع المحتوى اللي تقدر تعملها؟ بغض النظر انت مين او بتقدم ايه، مع موشن تقدر تعمل كل انواع المحتوى اللي تتخيلها. لو عايز تطلع بوشك فتقدر، لو مش عايز تظهر خالص ولا يهمك تقدر تختار شخصية افتراضية تحطها مكانك وتتكلم بدالك في الفيديو. عايز تعمل محتوى قصير للريلز التيك توك او يوتيوب شورتس، ده كله متاح. لو عايز تعمل محتوى طويل لليوتيوب فده كله موجود، وكل ده بيتم من مكان واحد. كل اللي عليك انك تعمله بعد ما تعمل حساب على المنصة زي ما شرحت لك قبل كده، هو انك تخش في خانة الجنرال في موشن، تكتب فكرتك حتى لو جملة واحدة، وبعدين تختار اللغة. طبعا تقدر تختار عربي لان الموقع بيدعم اللغة العربية مؤخرا. بعدين تحدد شكل الشخصية اللي هتظهر ومقاس الفيديو حسب المنصة اللي انت هتنشر عليها. فانت تقدر تتحكم في الستايل، في الاشكال، في الالوان، في الشخصية اللي بتظهر، في مقاس الفيديو، في الفكرة بتاعت الفيديو. كل حاجة تقدر تعملها بضغطة زرار. مجرد انك تحط في فكرتك بس هتتحول لفيديو كامل زي ما انت عايزه قصير، عايزه طويل،
عايزه بعرض أو مقاس معين، عايزه بستايل معين، كل ده بضغطة زرار. هتدوس إنشاء بس وهتشوف الفيديو بيتعمل قدامك في لحظات. فسواء كنت بتنشئ محتوى تعليمي قصصي أو ترفيهي، موشن اي اي هو أداتك الجديدة لتوليد فيديوهات احترافية بصوتك وأفكارك وبلمسة ذكاء اصطناعي خارقة. يعني باختصار، بدل ما تقعد بالساعات تكتب، تسجل، تصور، تمنتج وتعدل، موشن اي اي بيختصر لك رحلة الإنتاج دي كلها في خطوات بسيطة. فجربها النهارده وشوف ازاي فكرتك البسيطة ممكن تتحول لفيديو يبهر جمهورك. لو جاهز تبدأ في تحويل أفكارك لمحتوى تعمل منه مشاهدات ومتابعين ودخل إضافي، فجرب المنصة من اللينك اللي في الديسكريبشن تحت، وسيب الباقي على الذكاء الاصطناعي. واشوفك الفيديو الجاي. سلام.